حبايب قلبي، طبعا انتوا وحشتوني جدا بجد. انتوا مش عارفين انتوا وحشتوني قد ايه. وحشني السوشيال ميديا جدا. عايزه اقول لكم سبب اختفائي عنكم ويومي بيعدي ازاي، اللي انتوا كلكم بتسالوني ما عدتيش بتعملي ليه فيديوهات على اليوتيوب يا ساره. عايزه اقول لكم ان انا يومي والله مليء بالمغامرات من ساعه ما فتحت إيه السنتر الصغنن ده بتاعي يعني. وانا ملخومه جدا ومش عارفه اصور معاكم روتينات ولا عارفه اعمل معاكم اي حاجه. فانا النهارده لسه مخلصه شغل ميك اب، فقلت ايه اروق بقى المحل معاكم كده واوريكم انا بعاني ازاي وبروح ما بقدرش اعمل معاكم ولا اصور اي حاجه. فكمان باصور لكم بعد ما باخلّص. عايزة اقول لكم الدنيا بتبقى متدمرة، التسريحة متدمرة، زائد ان لينا بقى كبرت شوية عمّها سابتكم، عادت بتبهدل الدنيا اكتر مش وهي صغيرة بس. عايزة اقول لكم ان كان في كيس اندومي هرته وبهدلت الدنيا، غير بقى الأرواج اللي بتكسرها والماتيريال غالية ومبهدلة لي الدنيا خالص. سيبكم بقى من كل ده، انتوا وحشتوني جدًا. ولو انتي بتشوفي بقى الفيديو دلوقتي علشان يوصل لاكتر عدد من الناس وتشجعيني كمان ان انا اعمل فيديوهات اكتر، لان زمان الريتش واقع جدا ومشاهدتكم هتوصل لكم بصعوبة جدا. فاتمنى تعملوا لايك وتعليق علشان يوصل لاكتر عدد من الناس وتشجعوني اصور لكم دايما. وان شاء الله اصور اكتر وقريب باذن الله نصور واحنا بنعمل عرايس. وشكرا للناس الجميلة اللي بتخش تتابعني على الفيسبوك وتشوف العرايس بتاعتي وفيديوهاتي. بشكركم جدا. نرجع لموضوعنا. طبعا احنا كانت القناة بتاعتنا عبارة عن روتينات وطبخ وكل ده. حاولت ان انا اغير المحتوى معاكم شوية، انزل شغل عليها لان انا ميك اب ارتست. والحمد لله قدرت احقق حاجة من اللي انا نفسي فيها، وقدرت ان انا اوصل لحاجة نفسي فيها. وده كان حلمي، واكيد الناس اللي متابعيني من زمان جدا عارفين ان انا هدفي ان ابقى كده وان انا اوصل لحاجة كبيرة جدا. والحمد لله قدرت اوصل لنص الطريق او ربع الطريق، مش هنفتري. والنهارده يوم من معاناتي او يوم من تعب اللي الناس كلها بتفكر ان الميك اب ما بيتعبش وان شغلنا ما بيتعبش. عايزه اقول لكم احنا بمجرد ما بنخلص اصلا بتبقى الدنيا متدهوره ومتبهدله حوالينا، وغصب عننا حتى لو تعبانين لازم نروقها ولازم ننضفها علشان نمشي والحته رضيانه ونيجي تاني يوم نكمل شغلنا. الميك اب بقى طبعا بيتعب جدا، بيوجع ظهرنا، بنروح مش قادرين نعمل اي حاجه، بروح بترمي. بصوا ما بقدرش اتحرك من مكاني حرفيا، حرفيا ظهري بيقف. فالله يكون في عوننا جميعا اللي في المجال ده. عايزه اقول لكم مفيش شغل فيه راحه، مفيش حاجه بتيجي بالسهل، كل حاجه ليها تعبها. وحقيقي احنا بنتعب جدا عشان ناس كتير جدا مفكره ان الموضوع سهل، ان الموضوع ما بيتعبش ابدا. والله بنتعب جدا حقيقي. المهم ان انا حاليا نضفت التسريحة وشلت كل اللي عليها. ببقى اجمع حاجتي كلها كده في كرتونة في الدرج الميك اب كله، علشان انا لو سبته على التسريحة في اطفال بتدخل. اصلا كفاية طفلتي يعني كفاية اطفالي انا بصوا بيبهدلوا الدنيا اساسا. وكمان لان انا مش متخصصة ميك اب بس، انا متخصصة شعر، متخصصة بشرة، ومتخصصة تجميل يعني. بشتغل شغل تاني غير الميك اب. فطبيعي ان انا اعين حاجتي وبطلعها لما بيجيلي مناسبة، عرايس، سوري، اي حاجة بطلعها واحطها. في لو ما فيش اي حاجة تانية فالتسريحة بتبقى فاضية بشتغل عليها بقى تنظيف، بحط حاجات اللي انا محتاجاها. انا بعمل تنظيف بشرة، بعمل بروتين، اي حاجة تخص الشعر، جلسات تطرية، كافيار، اي حاجة عامة. وبعمل حاجات برضو بتخص البشرة، يعني متخصصة في حاجات كتير جدا. الحمد لله قدرت ان انا احقق حلمي ده في فترة قليلة. قدرت ان انا يعني برضو ناس كتير تعرفني وتعرف شغلي في فترة قليلة جدا. وعارفة كمان ان انا بعدت عن مجال السوشيال ميديا وده غصب عني. انا بحب جدا اصور معاكم فيديوهات وبحبكم جدا وبحب اتكلم معاكم جدا والله حقيقي. انا قلت جدا كتير صح؟ المهم ان احنا بقالنا كتير ما اتكلمناش، فعشان كده ممكن اكون متوترة شوية او رغاية سيكة ممكن. خليني اقول لكم ان انا كنت اليوم ده يعني اللي هو كان النهارده اساسا كنت تعبانه جدا وبعمل وانا اصلا مش قادره. كان كده كده الرينج لايت شغال والحامل والاضاءه وكده، فقلت احط التليفون واصور معاكم ومنتجه لما اروح ان قدرت. والحمد لله قادر ان انا منتجه معاكم دلوقتي وهنزله لكم طبعا في اقرب وقت. بحط كمان المكوه كده في مكانها
وعايزه اقول لكم الادراج دايما بتتفتح كده بتبهدلني يعني. هنا احنا دخلنا بقى في جو الشتوي، وبدأت ان انا اخلص عشان اروح، يعني انا بخلص كده اللي ورايا على الساعة 9 وبقوم قافلة على طول، لان الجو خلاص بدأ يليل، بدأ الجو يسقع، احنا حاليا في جو يعني ايه مش لذيذ. هنا لينا كانت بتكمل بهدلتها على ما خلصت التسريحة يعني. عايزة اقول لكم انتوا هتشوفوا المنظر، والله العظيم المنظر فعلا. بصوا، اي حد في مكاني مش عارفه كان هيعمل ايه لو شاف المنظر ده. شايفين لينا؟ شايفين المنظر اللي انتوا شايفينه ده؟ بجد مش حاسه باي حاجه انا بعملها، هي بس تبهدل الدنيا يعني. عايزه اقول لكم انها كسرت كل الاندومي، حطيته في ازازه، وبهدلت الباقي على الارض وعلى الفرشه، دمرت لي الدنيا حرفيا. حرفيا انا ما كنتش قادره اصلا يعني اروق اي حاجه بجد. بس تمالكت اعصابي، علشان انا لو ضربت بحاول اربي تربيه ايجابيه، بس احنا ما همش نافعين والله في تربيه ايجابيه، حقيقي ما فيش. يعني انا بقول هربي تربيه ايجابيه، هربي تربيه ايجابيه، انا على الشبشب على طول وعليها. خلاص انا زهقت تعبت، ما اسمعش الكلام الا كده، اعمل ايه؟ بس حاولت اتماسك كده، و قلت مش هضربها، وحاولي بقى انت ايه تربي تربيه ايجابيه بقى، وتقولي لا كده غلط. وقلت لها كده برضه، هي ما بتسمعش الكلام عادي. المهم كان فاضل حاجات كده من لبس اللي كانوا بيعملوا ميك اب عندي وكده، هم يعني من نفس البلد، فهم هيجوا تاني يوم ياخدوها، فقلت اما المها لهم واحطها لهم في جنب على ما يحضروا فرحتهم وحاجتهم ويجوا يستلموها. هنا بقى الفرشة، هنا ده بتاع الإضاءة، بسيب الكرتونة كده احط فيها الإضاءة. وعايزة اقول لكم ان الفرشة متدمرة يعني، عليها كل حاجة، هنزل كل حاجة على الأرض. وسوري ان انا هنزلها على الأرض لان مفيش حل اكتر من كده، فهنزل كله على الأرض وهلمه كله في جنب وهلمه في كيسة وارميه، علشان انا معرفتش خالص ان انا اتحكم فيه كده، ولو كنت شلت في الفرشة ورميته في الشارع فكان برضه هيبقى حرام. فحاولت ان انا انزله من على الفرشة كده واكنسه والمه في جنب، والمه في كيسة يعني. عايزه اقول لكم هو المحل صغير جدا يعني، هو بينشف بيتنضف بسرعه وبيتوسخ بسرعه، بس حقيقي ساعة التعب وساعة ما الواحد بيكون تعبان فعلا، حقيقي كل حاجة بتبقى صعبة عليه. انا والله بحاول على قد ما اقدر، احاول اصور لكم روتينات في البيت، بس حقيقي مفيش وقت ان انا اصور روتينات ومنتج وانزل. فبحاول برضو ان انا اشارككم امور بسيطة من حياتي، وامور بسيطة للناس اللي متابعيني من زمان جدا، واللي عارفين حلمي ان انا اوصل لايه وكان نفسي في ايه، عارفين قيمة اللي انا بعمله يعني دلوقتي. المهم ان انا قلت لينا تقعد على الكنبة عشان حتة نظيفة يعني، وحاولت ان انا دي كانت ستارة بقى جايباها بصور عليها وكده، لسه هركبها قريب ان شاء الله. كمان بفكر ادهن المكان اسمر، يعني جدار اسمر للتصوير، بس حقيقي مش عارفة بجد إيه القرار الصح. ادعولي اخد مكان اكبر من كده، وطبعا لما اتعرف اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. هنا بقى كنت بعينها في الكيس، عايزه اقول لكم ان انا اصلا مانيش اصلا واخده بالي من حاجه اصلا يعني، انا شغلت الكاميرا وسبتها براحتها بقى وانا عماله بشتغل يعني. هنا كنت جايبه الدفايه دي لانها زي ما قلت لكم جوه برد، وهنا بتبقى بتنام في المحل وكده، فببقى اغطيها بيها لان الجو بيبقى برد جدا يعني، وحقيقي يعني لازم يعني المهم ان انا قلت هطبقها وكده. انا كنت خلاص اصلا على وشك ان انا اخلص واروح، انا كنت يا دوبك بقفل الدنيا وماشيه على طول. المهم بدأت ان انا دلوقتي افرش الفرشة وكده. هنا بقى قلت افرشها يعني مش هطبقها، فرشتها عليها كده، ولما بنحتاجها بنشيلها وتستغطى بيها. هنا خلاص يلا بينا بقى الم الكنسة واحطها في كيسة وارميها، وعلى كده هقفل المحل ومش هعمل حاجة اكتر من كده. مرضتش امسح بالليل صراحة، وما كنتش قادرة اصلا عامة، هو كنيس حرام كمان بالليل بيقولوا، بس اضطريت يعني، مش هعرف اسيب المكان بالمنظر ده. انا بكون مرتاحة لما بمشي واسيب مكان نضيف، والحتة اللي ورايا او اللي جنبي تبقى نظيفة. هنا كنت خلاص بلم الزبالة وكده، فهنا
المحل خلاص بقى نضيف، هو بس على المسيح، فبكرة هامسحه واضبطه اكتر، وبرضه هاحاول اصور معاكم على قد ما اقدر حاجات كتير. ولو حد عايز اي حاجة في مجال الميك اب او يسأل على اي حاجة او عايزني اصور له اي حاجة يقولي تحت في التعليقات وانا تحت امركم، وشجعوني. وهنا لينا بتقول لكم بقى ايه، بتحاول ان انا ما اصورش يعني المنظر. المهم استنوني في فيديو كتير احسن وافضل قريبا باذن الله. بحبكم جدا جدا، ويا رب دايما موجودين في حياتي وموجودة في حياتكم، ومع السلامة.